ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج من الاب للجون. والنهارده هنتكلم عن نصايح الجولة السادسة، سواء كنت هتعمل وايلد كارد او مش هتعمل وايلد كارد. ومجهز لكم شوية احصائيات وارقام هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف مجهز لكم ايه. تعالوا ندخل على احصائيات الجولة السادسة ونشوف ايه البريدكتد جولز والبريدكتد كلين شيتس بتاعت كل فريق. طبعا لو انت هتعمل فري هيت في 3 ماتشات انا شايف ان انت تارجتهم. لو هتعمل فري هيت، ماتش شبه مانشستر سيتي وبيرنلي، ماتش شبه ايفرتون وويست هام، ماتش شبه توتنهام وولفز. ولو هتعمل ترانسفير عادي برضو ممكن تارجت الماتشات دي. ماتش مانشستر سيتي وبيرنلي طبعا هو افضل ماتش في الجوله يعتبر، وكل الناس اعتقد بتجيب هالاند وهو الموست ترانسفير ان. في ناس كمان هتعمل له تريبل كابتن، وانا شايفها انسب جوله للتريبل كابتن الجوله دي، ان هالاند مضمون مش روتيشن ريسك، فورمه كويسه قدام بيرنلي اللي هي ضعيفه جدا لما تلعب بره ارضها دفاعيا. لو في خيارات تانية من السيتي هجوميا ففي رايندرز طبعا اللي مأدي بشكل كويس اخر كام جوله من ساعه ما بدأت السيتي تلعب. فودن برضو اداؤه رجع يبقى كويس من السنه اللي قبل اللي فاتت. لسه ما وصلش للاداء دوت بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، بس لا مستواه ابتدى يتحسن وابتدى يرجع فودن اللي احنا عارفينه يعني. لو عايز تجيب حد دفاعيا من السيتي فعندك دوناروما وجافارديول، هم اضمن اتنين في الدفاع. اي حد تاني اعتقد هيبقى روتيشن ريسك. ماتش توتنهام وولفز اميل اكتر للخيارات الدفاعيه فيه، شبه فان ديفين او روميرو او فيكاريو، الثلاثه كويسين. لو عايز حد هجومي طبعا ريتشارلسون، اللي نقطه ضعف وولفز في العمق. اعتقد ريتشارلسون هيبقى خيار كويس جدا وديفرنشال، ولو انت على فري هيت انصحك جدا بريتشارلسون. لو عايز ترانسفير لمدى بعيد اعتقد قدوس اضمن في الدقايق، لان هيرجع كله مواني وسولانكي تقريبا رجع وبيتدرب مع الفرقه. ماتش شبه ايفرتون ويست هام برضه ماتش كويس جدا سواء دفاعيا او هجوميا، لو اني اعتقد ان هم مش هيعملوا كلين شيت، بس لا هجوميا ايفرتون اتحسن كتير. طبعا ويست هام عندها نقطه ضعف واضحه جدا الكرات الثابته، فممكن تجيب تاركوفسكي اللي بيعمل برضه ديفensive كونتريبيوشن كويسه. حد هجومي من ايفرتون عندك انداي وعندك جريليش، وممكن لو معكش فلوس ممكن يبقى فيه دوسبري هول كويس برضو، خيار مش وحش. شوط تانية ممكن فيها خيارات، عندك اكيد سيمينيو اللي ابتدى يبقى مع كل الناس، وسينسي من بورنموث اللي عامل موسم حلو لحد دلوقتي قوي. مانشستر يونايتد ممكن تاخد منها خيار هجومي شبه مبومو او برونو فرنانديز. بالماتشات الباقيه هي 50 50، ما انصحكش تروح فيها لو انت على فري هيت او عايز تجيب ترانسفير، غير طبعا ارسنال اللي جدولها هيتحسن بعد كده بكتير. ماتش نيوكاسل صعب، واحنا عارفين ان ارسنال دايما بتقابله ازمه في ماتش نيوكاسل ده لما بيجي يلعب نيوكاسل هوم. بس لو هتعمل ترانسفيرز فانا انصحك ممكن تجيب من ارسنال. بس انا اميل اكتر لترانسفير دفاعي، سواء جابرييل او رايا او صليبه او ايا يكن انت معاك فلوس قد ايه، فانت عايز تجيب قد ايه، عايز تجيب مين يعني. خيارات هجوميه من ارسنال انا اشوف جيوكاريس. هو لسه فورمته مش احسن حاجه، بس اعتقد في الماتشات السنه اللي جايه لا مستواه يتحسن كتير. في ساكا برضو اللي رجع من الاصابه وواضح ان اداؤه كويس. لو معكش فلوس قوي ممكن تروح لخيار شبه ايزي، اعتقد هيبقى خيار كويس برضو الفتره الجايه. بس تعالوا نشوف جدول الماتشات الفتره اللي جايه هيبقى عامل ازاي للناس اللي هتعمل وايلد كارد، ونشوف باقي الاحصائيات الهجوميه والاحصائيات الدفاعيه، واوريكم كمان الوايلد كارد بتاعتي. وده جدول الفرق من الجوله السادسه للجوله ال 15. طبعا انا جايب لك الجدول علشان تشوف مين الفرق اللي ماتشاتها اسهل علشان تجيب منها لعيبه في الوايلد كارد، مع مراعاه ان تركز على الفرق اللي عندها فورم كويس. يعني فرقه مثلا شبه وولفز المفروض ان جدولها سهل بس فورمتها مش احسن حاجه. لو عايز تجيب حد شبه ستراند لارسن اللي هيرجع من الاصابه وممكن يتحسنوا هجوميا، ممكن يساهم، ف دي فيها كلام شويه. فرقه شبه برايتون هي كويسه هجوميا، ممكن تجيب منها حد شبه منتا او ميتوما. وطبعا احنا اتكلمنا على ارسنال وخيارات ارسنال، واتكلمنا على السيتي. وبرده ممكن نضيف دوكو على الاوبشنز بتاعت السيتي، لان دوكو اتحسن الفتره الاخيره وبقى كويس جدا، واعتقد هيضمن مكانه اساسي لفتره حلوه. بس وبورنموث اتكلمنا عن الاوبشنز اللي في بورنموث شبه سيمينيو وسينسي. توتنهام برضو اتكلمنا عن الاوبشنز بتاعتها. وايفرتون برضو اعتقد في الجدول ده ممكن يبقى معاك خيار دفاعي شبه تاركوفسكي.
مع خيار هجومي حد من انداي او دوسبري هول او جريليش. واعتقد ده اللي موضحه الجدول اللي قدامنا، ان هي دي الفرق اللي احنا نحط عيننا عليها واحنا بنعمل وايلد كارد. تعالوا نشوف باقي الاحصائيات، سواء الاحصائيات الهجوميه او الاحصائيات الدفاعيه، وبعد كده هوريكم الوايلد كارد اللي انا المفروض استقريت عليها بنسبه 95% كده. ودي الاحصائيات الهجوميه لاول 5 جولات لكل الفرق. طبعا زي ما احنا شايفين مانشستر سيتي هو اكتر فريق حقق اكس جي، مع ان كان جدوله مش اسهل حاجه لانه قابل ارسنال المفروض ان هو اقوى دفاع في الدوري. وتاني فرقه مانشستر يونايتد حققت ارقام عاليه في الاكس جي برضو اول 5 جولات، وده راجع اعتقد للضربتين جزاء اللي جم لبرونو. تالت فريق كريستال بالاس، واعتقد مع اصابه سار وجدولهم المفروض هيبقى اصعب الفتره اللي جايه، مش هنلاقي الاكس جي ده، اعتقد ان هو هيقل. تشيلسي رابع فريق في الاكس جي، وبعديه ايفرتون، وبعد كده ارسنال، ليفربول، توتنهام، برايتون، بورنموث. اعتقد اول 10 فرق هم ال10 فرق اللي احنا اتكلمنا عنهم، واتكلمنا عن الاوبشنز اللي ممكن تجيب منها ناس في الوايلد كارد. تعالوا نشوفوا اللعيبه اللي حققت اكس جي عالي. طبعا اول واحد هالاند محقق تقريبا 7 اكس جي، يعني المفروض كان جاب 7 تجوال لاول 5 جولات، وهو جاب اقل من كده. برونو في المركز الثاني، وده زي ما قلنا قبل كده راجع لضربتين الجزاء اللي جوله. تالت واحد امبومو اللي هو قريب جدا في الاكس جي من برونو، على الرغم ان هو ما بيشوطش ضربات جزاء. ماتيتا رابع واحد. خامس واحد سيمينيو. طبعا سيمينيو اعتقد بقى اوبشنز كل الناس بتجري عليه دلوقتي، واعتقد هيبقى مع 50% من الناس، اعتقد يعني دلوقتي الاونر شيب بتاعته 50%. وانتوني من بيرنلي. جوكاريس. انزو، وده هو اعلى لاعب اكس جي في تشيلسي، مش جواو بيدرو ولا بالمر. جريليش من ايفرتون. كريس وود اللي ما شفناش منه غير الجولين اللي جابهم، وهو الاكس جي بتاعه 2 بس. وباقي اللعيبه بيتو، ويلبك، اسماعيل صار اللي اتصاب. وبرده زي ما احنا شايفين ان صلاح هو محقق اكس جي، طبعا قليل بالنسبه لسعره 14 ونص، ومش ده اللي احنا كنا مستنيده من صلاح، بس اعتقد الفتره الجايه هيمسك فورم لو انت عايز تكمل معاه. مع دخول ايزاك اعتقد هتبقى الدنيا احسن من كده يعني. تعالوا نشوف الاحصائيات الدفاعيه. زي ما احنا شايفين الاحصائيات الدفاعيه، اعلى فرقه حققت اكس جي سي اللي هو اكسبكتد جول كونسيدد هي نيوكاسل، على الرغم ان هي برضو كانت بتلعب ليفربول في الجدول، والماتش الجاي عندهم ارسنال، يعني جدولهم ما كانش اسهل حاجه. بعديه ارسنال طبعا اللي هو المفترض ان هو احسن دفاع في الدوري. بعد كده بورنموث، على الرغم برضو ان هو كان بيلاعب ليفربول ولاعب فرق مش سهله. بعد كده ليفربول، كريستال بالاس، ساندرلاند اعلى من تشيلسي وتوتنهام والسيتي كمان، وفي ليدز. اعتقد اول 10 فرق برضه هو منهم الفرق اللي احنا متارجتين الناس بتاعتها في الدفاع، شبه ما احنا اتكلمنا. ممكن نيوكاسل اللي هيبقى جدولها مش اسهل حاجه، بس برضه لو معاك اوبشن دفاعي منهم هتبقى حاجه كويسه يعني، مش وحشه خالص. تعالوا نشوف مين اللعيبه اللي حققت ديفنسيف كونتريبيوشن في اول 5 جولات. طبعا اكتر لاعب هو سينسي 66 مساهمه، بعده تاركوفسكي وفان دايك، اندرسون من فولهام، اجبودو من وولفز، شالوبا، اجدال، ريتشاردز من كريستال، وفان دي بيرج من برينفورد، لاكروا من كريستال برضو، ستيفي من بيرنلي اللي بسعر 4 مليون، عمر الديرتي 48 مساهمه ب 4 مليون برضو. فاعتقد اول 4 أو 5 دول اللي هنتارجتهم برضو في الوايلد كارد، باستثناء فان دايك اللي هو جدوله هيبقى مش اسهل حاجه، بس ممكن لو دخلت في فان دايك ليه لا، ان هو بيجمع بين المساهمات الدفاعيه، بيجمع بين خطورته في الكرات الثابته، ومعاه برضو فرص الكلين شيت، فما فيش مشكله حتى لو دخلت في فان دايك في الوايلد كارد. طبعا اللي احنا ملاحظينه هنا ان مفيش حد من مدافعين ارسنال خالص في المساهمات الدفاعيه، بس طبعا احنا هنجيب مدافعين ارسنال لجدولهم السنه اللي جاي والكلين شيت اللي احنا منتظرينه منهم، وبرده مساهماتهم الهجوميه في الكرات الثابته اللي معروفه بيها ارسنال. بس تعالوا ندخل على الوايلد كارد ونشوف انا استقريت على ايه في الوايلد كارد. بناء على الاحصائيات والارقام والجدول اللي احنا شفناه، فدي الوايلد كارد اللي انا استقريت عليها بنسبه 95%. طبعا في حراسه المرمى رايا ومعاه دوبرافكا ب 4 مليون. هعمل دبل دفاعي من ارسنال في الجدول اللي جاي اللي بعد نيوكاسل، فرايا معاه جابرييل من بورنموث. سينسي طبعا حاجز مكانه اساسي. فان دي فين توتنهام،
ومعاه تاركوفسكي اللي انا شايف الجدول بتاعه مش احسن حاجه، بس انا متارجت ماتش ويست هام ده لان هم ضعاف جدا في الكرات الثابته، وانا منتظر تاركوفسكي ان هو يعمل حاجه في الماتش ده، مع اني بفكر في شالوبا لونج تيرم اكتر، بس ممكن بعد كده اغير تاركوفسكي لشالوبا. في نص الملعب عندي نداي من ايفرتون، سيمينيو طبعا حاجز برضو مكانه اساسي في الفرقه، متريبل من هجوم السيتي، فمعايا فودن ورايندرز وهالاند، وده طبعا للماتشات اللي جايه، لان انا شايف هجوم السيتي اتحسن وهيتحسن اكتر لما الماتشات اللي جايه تبقى اسهل. ومعاهم في نص الملعب برضو مبومو اللي عنده ماتشين كويسين وممكن ثلاثه كمان. جنب هالاند في الهجوم في جيوكاريس وريتشارلسون برضو اللي انا متارجته الجوله او جولتين، وهو حاجه ديفرنشال برضو كده داخل بيها في التشكيله. طبعا في اكتر من لعيب ديفرنشال موجودين في التشكيله، لان انا عايز اعلى في الترتيب شويه، واتمنى ان الوايلد كارد دي تنجح يعني. بس خطتي بعد كده ان انا ادخل طبعا حد من هجوم ليفربول، عن طريق ان انا همشي مثلا فودن بعد جولتين او ثلاثه، نفس الكلام مبومو ومعاهم ريتشارلسون، ساعتها ممكن يدخل ايزاك عادي بسهوله، ونقلل في نص الملعب شويه. ودي البلان بتاعتي اللي انا المفروض همشي عليها يعني. في طبعا نسيت اتكلم عن موكيلي بتاع ساندرلاند اللي هو برضو وحش في المساهمات الدفاعيه اخر كام جوله، وعلى فكره المدافع ده جاي من باريس سان جيرمان يعني، ده اللي ما يعرفش موكيلي، هو مدافع كويس جدا واتفرجوا عليه، وعلى فكره بيجيب اجوال كتير برضو في الضربات الثابته. بس دي كانت نصايح النهارده للجوله السادسه. احب جدا لو المجهود بتاعي عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب. ده برنامج من اللي قبل الجون، ومعاكم احمد مشالي، استنوني فيديوهات جايه كتير. سلام.